عليكم اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده مع بعض الفيديو بتاعنا هنكمل باقي مشتروات العيد وهنحضر الفطار مع بعض. اول حاجه هقول لكم جبت ايه. انا نزلت جبت كده 3 كيلو رز، وجبت نص كيلو من الشعريه ونص كيلو من اللسان العصفور، وجبت نص كيلو من المكرونه الاسباجيتي، وجبت كمان كيلو دقيق. قلت ينفع في البيت لان ايه، انتوا عارفين كل سنه وانتوا طيبين. خلاص الناس بتبتدي تاخد اجازه، وممكن يقعدوا ايه اكتر من اسبوع قافلين او حاجه، فانا قلت اشتري شويه حاجات كده ينفعونا في البيت، لزوم يعني الاكل وكده، علشان ايه زي الخضار كده. فجبت ايه شويه بقى، شويه رز، شويه مكرونه، والحاجات دي تنفعنا. جبت كمان كيلو دقيق عشان لو حبيت اعمل اي حاجه مثلا حلويات ولا اي حاجه. تمام كده. هنشيل بقى كل الحاجات اللي احنا اشتريناها ديت، وهنبتدي بقى نشوف هنعمل ايه فطار النهارده. انا كان عندي ورق كرنب، كنت مخزناه في الفريزر يعني. وطلعت كيس كده صغير يعمل لنا كده قد حله صغيره اهوت. كنت طلعته طبعا بعد ما اتسحرنا وصليت الفجر. رحت مخرجاه وسبته كده مغطياه وحطيته في المصفى عشان ينزل كل الميه بتاعته زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقولك ان انت لما تيجي عايزه تخزني ورق كرنب في الفريزر وانتي بتسلقيه، ما تحطيش ملح، حطي معلقه سكر علشان خاطر ايه، ما يجلدش منك لما تيجي تعمليه بعد ما تخرجيه من الفريزر. غير يعني طبعا غير الفريش خالص. الكرنب الفريش احنا ايه مش بنحط له سكر، احنا بنحط له ملح وكمون. لكن لو حابه تخزنيه هتحطي كمون وسكر. تمام كده. انا خرجته طبعا زي ما قلت لك بعد ما صليت الفجر، ورحت سبته كده في المصفى عشان ينزل الميه بتاعته. تمام. هنخش بقى نعمل الخلطة بتاعتنا مع بعض كده. انا جبت هنا بصلاية متوسطة وبدأت اقطعها زي ما انتم شايفين كده قطع صغيرة، وهبتدي بقى ايه اقطع عليها كمان قرن فلفل حامي كده عشان يخلي الخلطة بتاعتنا سبايسي كده وحلوة. وهحط بقى طبعا شوية من الزيت، ولو عندك بقى حتة ليا عايزة تحطي سمنة براحتك بقى. انا بحبه بصراحة المحشي بحب اعمله بالزيت، بيبقى اخف وبيبقى اطعم لما بنحط له سمنة. خلاص كده جبت بقى قرن فلفل حامي اهو زي ما انتم شايفين. هبتدي اقطعه مع البصل، وهبتدي كده اقلل البصلايه شويه كده، وابتدي احط مكعب من الماجي. انا هنا حطيت مكعب ماجي، طبعا انت حابه تحطي ماجي حطي، مش عايزه خلاص انا هنا حطيت. وهبتدي انزل بالتوابل بتاعتي زي ما انت شايفه، ملح وشطه وكمون وبابريكا وبهارات. وبعد كده هحط معلقة صغيرة من السكر، وهحط شفشق الطماطم بتاعتي. خلاص كده. انا طبعا عامله كميه كبيره من الكرنب، عامله يا دوب حبه صغيرين. فزي ما انتم شايفين كميه الرز قليله، هي يا دوب على قد الحله الصغيره ديت زي ما انتم شايفين. طبعا الواحد وهو صايم مش بياكل قوي، بيبقى يعني يا دوب عبال ما تشربي كوبايه البلح وتشربي الشوربه وكده، فبتبقي تحسي ان انت شبعانه. فمش عايزين نعمل كميات كتير علشان ما تفضش مننا ونضطر تاني يوم ناكلها واحنا مش حابين ناكل اي حاجة بايتة ولا لا. لا، ناكل كله طازة. فنعمل حبة صغيرين يقدونا على قد الاكلة وخلاص على كده. خلاص كده. انا الخلطة بتاعتي اتسبكت، بدأت انزل بيها على كمية الرز. انا هنا الرز عندي اقل من نص كيلو تقريبا. وبدأت انزل بالخضرة بتاعتي دي الخضرة، كزبرة وشبت وبقدونس. بدأت اقطع كده واشوف انا محتاجة تاني لحد ما حسيت ان خلاص كفاية اوي الكمية دي بتاعت الخضرة. وحطيت شوية صلصة كمان كده عشان يبقى لونها احمر زي ما احنا شايفين. وهبتدي احشي واوريكم الكرنب بتاعنا اللي احنا مفرزرينه هيبقى عامل ازاي. شكله تحفة وبيطلع كأنه بالظبط طازة، ما بيجلدش مني ولا اي حاجة، عشان زي ما قلتلك وانا بسلقه بحط معلقة سكر. تمام كده. ادي هي الحلة اللي احنا عملنا فيها الخلطة. هبتدي احشي فيها، احط فيها شوية عيدان كده من الخضرة اللي احنا قطعناها، وابتدي اقطع بصلاية كده. طبعا لو الكرنب فريش هتبتدي تاخدي العيدان بتاعته وتقطعيها صغير اللي هي مسلوقة، وتحطيها في قاع الحلة وتبتدي تحشي عليها. انا بقى عشان الكرنب عندي كان متفرزر فما عنديش عيدان، فهبتدي احط زي ما قلت لك عيدان الخضرة، واحط ايه كمان البصل، بصلايه. ولو عندك طماطمايه تحطي برضو لو حابه يعني. انا استكفيت بالبصل وعيدان الخضره بس. هبتدي احشي زي ما انت شايفه كده. الورق جميل وشكله جميل زي ما قلت لك كانه طازه بالظبط. هبتدي احشي انا بقى واخلص الحله كلها، وهبتدي بقى اوريكي هنعمل ايه كمان.
النهارده احنا عملنا حلة المحشي دي، وعملنا كمان شوية ملوخية. الملوخية اللي انا وريتها لك الفيديو اللي فات اللي كنت جايباها، كنت انا جايباها، يعني هي الست كانت مقرطفاها، فانا مسكتها غسلتها نقعتها الاول عشان تنزل كل الطينة بتاعتها، وبعد كده شطفتها كام شطف كده وسبتها تتهوى في المصفى شوية، وبعد كده حطيتها في فوطة، وبعد كده خرجتها من الفوطة وبدأت احطها على الصينية اللي انا هخرط عليها الملوخية علشان تتهوى كده ايه كويس، عشان لما نيجي نخرطها ما تبقاش مبلولة وما تبقاش حلوة، لا احنا عايزينها تبقى متهوية ومصفية كل المية اللي فيها. زي ما انت شايفة كده انا بحشي المحشي اهو، محشي الحلة بوريكي. انا بقى اكمل مع نفسي بقيه الحله. وهنا بقى خلاص انا خلصت، ادي حله المحشي اهي، وبقيه الورق كله خلص، وكان فايت شويه رز. رحت جايبه في قرنين فلفل كده رومي، حشيتهم وحطيتهم من فوق وش الحله. وهنا هنعمل مع حله المحشي دي نص بطايه. البطايه دي احنا كنا جايبينها اول رمضان، فاحنا كنا نصها وده النص التاني. هتقولي لي انت جايه في اخر رمضان تعملي بط، هقول لك لا، ما هو احنا علشان خاطر الظروف اللي عندنا، في ناس ما بتفطرش معانا معظم الايام، فبنشيل الاكلات الحلوه لما يبقوا موجودين ناكل مع بعض فيها. فزي ما انت شايفه كده، عشان كده احنا عملناها النهارده. عملنا نص البطايه ديت مع الحلة المحشي الحلوة الصغنونة ديت، وعملنا كمان الملوخية. هنا بقى خلاص كده بدأنا، كانت الساعة خلاص قربت على الساعة 5، بدأت أحط الشوربة بقى على حلة المحشي بتاعتي، وخرطت الملوخية، وكنت هنا بغلي الشوربة خلاص، كانت يعني نص البط خلاص استوى ونشلته من الشوربة. هبتدي بقى أجيب شوية شوربة كده، وطبعا الملوخية دي كتير، فأنا هبتدي أحط شوية شوربة قليلين الأول، او احط هنا هو نص مكعب كده ماجي، وهبتدي احط الملوخيه كلها اللي انا خرطتها واخليها سميكه او تقيله، هشيل منها جزء، والجزء التاني هعمله بقى ناكله النهارده لان الكميه كبيره. ده كان كيلو ملوخيه وهيبقى كتير جدا علينا. انا هنا بوريك المحشي هو بيتشرب كده وبيبقبق في الحله. وخلاص انا كده خدت كميه الملوخيه اللي انا محتاجاها، وشلت شويه، يعني شلت نصها وخدت نصها. وهنا ببتدي اقلل الملوخيه زي ما انت شايفه كده. حطيت التومه، حطيت اول معلقه سمنه، وبدات انزل بالثوم مع نص معلقه كده كبيره من الثوم تكون حلوه ومفرومه حلو. وهبتدي انزل عليها معلقتين صغيرين من الكزبره الناشفه، واول ما تحمر معايا ابتدي اطشها كده بالايه بالملوخيه زي ما انتوا شايفين. وخلاص كده الاكله بتاعتنا خلصت، والفطار بتاعنا خلص، والمحشي اهو استوى زي الفل وشكله جميل جدا ولونه احمر زي ما انتوا شايفين. والله لولاش بس الاضاءه كان خلاص المغرب بيدن، والاضاءه عندي المطبخ يعني بالليل بيبقى ضلمه شويه مش زي بالنهار، كان طبعا هتشوفوا المحشي احسن من كده يعني، وهيبقى واضح اكتر. انا بحاول اقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا لونه عامل ازاي وشكله عامل ازاي زي الطازه بالظبط بالظبط. ودي كانت اكلتنا، وده كان فطارنا، وده كان يومنا، واشوفكم على خير فيديوهات جايه كتير. مع السلامه.